السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لحضراتكم، تحياتي لكل الأحرار والشرفاء، تحياتي لكل القابضين على كلمة الحق في زمن عز فيه الرجال وقل فيه أهل الحق. 40,000 مستوطن مغتصب مدنس لأراضينا المحتلة الفلسطينية ومسجدنا الأقصى المبارك من قتلة الأطفال والنساء دخلوا وعبروا من معبر طابة في جنوب سيناء، آخر نقطة حدودية في جنوب سيناء بيننا وما بينهم مؤقتا لحين استرداد كامل أراضينا إن شاء الله واسترداد مدينة أم الرشراش المصرية المحتلة، علشان يستمتعوا بأجازة عيد الفصح اليهودي في مدينة السحر والجمال أرض الفيروز سيناء وتحديدا طابة. دي أكتر مدينة أو مكان آمن بالنسبة لهم في عقيدتهم، في وجدانهم، في شريعتهم، ممكن يرتاحوا فيه ويقضوا فيه عيدهم. ده رغم ان في تحذيرات من الكيان او حكومة الاحتلال ان محدش يتوجه الفترة القادمة الى مصر او الاردن، ومع ذلك علشان الاسعار رخيصة جدا بالنسبة لهم لكن نار على المصريين، كلهم قرروا ان هم او ال40,000 دول قرروا ان هم لا، احنا لازم نوصل للاماكن اللي احنا حاطين عينينا عليها، واللي منهم ناس بتقول احنا من 50 سنة كنا ساكنين ولينا بيوت ولينا عقارات في المكان ده، ناهينا عن ان هم يقدروا يدخلوا من غير تأشيرة بالبطاقة لو حبوا. لكن انت كمواطن مصري ما تقدرش انك توصل هناك. يعني انت في ناس مثلا علشان توصل لطابة اللي دخل هؤلاء المحتلين المغتصبين المستوطنين اليها، ممكن نقول مش عارف اقول بالطاقه مقطعه، انت ممكن تمر على 11 12 13 كمين، وممكن اي كمين فيهم شكلك مش هقول لك لو عندك سابقه جنائيه او عندك اتهام سابق او كذا او كذا او كذا، شكلك مش عاجب الكمين او الخدمه المعينه على الكمين، هيرميك ويرجعك ويرحلك. انت ممكن تعدي من الكمين الاول والثاني والثالث والرابع ولحد العاشر، وقبل ال11 مثلا اللي هو اخر واحد او ال13 مثلا في ال12 يرجعك. وصلتك؟ ف شوف كده المعبر ده الدخول فيه سهل ازاي ورسومه $10، في حين انا بقول لك انت كمصري ما تقدرش توصل جنوب سيناء الا بالشقاء ومعاناه. طيب تعالى بقى اكلمك عن نفس المعبر اللي فوقيه في الشمال اللي هو معبر رفح. معبر رفح الحدودي بين الدولة المصرية والدولة الفلسطينية اللي منصوص عليه صراحة في اتفاقية العار والشنار والخيانة اللي أبرمها المقبور السادات الخاين، عشان الناس بتقدسه وتقول لك بطل الحرب. بعد الحرب ما كانش يمضي اتفاقية عار وشنار، ده لو كان بطل حرب، إنما هو ضحى بدماء شهدائنا كلهم اللي استشهدوا في الحرب وراح مضى الاتفاقية دي. المهم بموجب الاتفاقية اللي مضاها هذا المقبور العار والشنار كامب ديفيد بتنص على إن المعبر بين دولتين، الدولة المصرية والدولة الفلسطينية، وده الحقيقة مش متوفر حاليا ومغلق تماما بسبب الحرب، وفي شبه احتلال كامل لمحور صلاح الدين. والمحور ده منصوص عليه في اتفاقيه ملحقه اسمها ملحق اتفاقيه كامب ديفيد، وده بينص على ان يكون فقط او حصرا المعبر ومحور صلاح الدين حصري للجانب المصري والجانب الفلسطيني، ناهينا عن ان حتى قبل ما يتقفل المعبر بالشكل اللي انت شايفه ده والطريقه الفجه من العربده والانحطاط اللي الكيان عمال يمارسه على الكل ومحدش قادر عليه، كان اصلا في مشكله تانية بتقابل الفلسطينيين ان هم يدخلوا من معبر رفح، وهي ميليشيات ابراهيم العرجاني المطلوقه في سيناء ومحدش قادر يوقفها. ميليشيات هذا المجرم اللي سبق وخطف افراد شرطه مصريين ومجندين، ومسجل كان من المسجلين رقم ليهم تصنيف من الاول لحد الخامس على مستوى الامن العام في مصر. بقدره قادر اصبح قريب من السلطه، بقدره قادر اصبح من المقربين واصبح من المرضي عليهم. طب ده يتسمى ايه؟ محدش عارف. طيب يعني انت كده عندك 40,000 مستوطن في تحدي لرغبه واراده والمزاج العام والعقيده والايمان والشعور العربي المسلم المصري ولكل العرب ان هم يدخلوا عادي جدا في الوقت اللي هم فيه، بيدكوا وبيقصفوا ومحاصرين، وكل يوم اطفال ونساء وشيوخ بتموت، بيتحدوا اراده العرب والمسلمين
ويقول لك كمان انا في يوم عيدي انا جاي اتفسح وبرطع واتمرمغ في التراب الارض اللي انا كنت من 50 سنه بحتلها، اللي هي صعبه دخولها على المصري وقد يكون مستحيله الان لدخول الفلسطيني. وان كان الفلسطيني كان عايز يدخلها هيقابل ميليشيات وقطاعين طرق على المعبر، دول هيقلبوه لو معاه 20 30 الف دولار. ده لو اسره او عيله عايزه تدخل هيدخلوا بالسعر ده، ما معهمش انت باصابتك بجرحك اتصفى جوه، حتى المستشفيات اللي جوه ما فيهاش اي امكانيات، ما فيهاش اي قدرات ان هي تصمد امام كم العدوان العنيف والغل الغير مبرر. فمبروك عليكم سكوتكم صمتكم ايها المصريين وايها العرب، علشان المستوطنين ما يلاقوش اماكن في الدنيا امنه يروحوها ويدخلوها يعيدوا فيها الا في ارضنا. عارفين بخلاف الاراضي المصريه والاردنيه والاماراتيه والمغربيه والتونسيه، بخلاف الاراضي العربيه اللي هم بيدخلوها بامان، لو دخلوا اي ارض زي كوبا، البرازيل، اورجواي، تشيلي، جنوب افريقيا، يلحقوهم وبتقام دعاوى جنائيه ضدهم وبيتسجنوا. يا اما في مستوطنين زي حضراتهم كده لما بيوصلوا هناك بيتاكلوا علق. وناسين احنا اللي حصل في هولندا، الجاليه المغربيه العظيمه اللي روقتهم في هولندا، والجاريه العظيمه اللي او مش الجاليه، اصحاب الارض في كوستاريكا اللي قلعوهم كلهم هدومهم وقعدوهم بالاندروير في الارض وقالوا لهم ده ضريبه اللي بتعملوه في السجون الاسرائيليه واللي بتعملوه في الاطفال والنساء في غزه وفي الضفه. اي ارض بيروحوها بخلاف الاراضي العربيه اللي قاعد على قلوبها وصدرها حكام عرب خونه وجواسيس وعملاء بيتهانوا ويتقل منهم ويتم ملاحقتهم قضائيا. ربنا سبحانه وتعالى حتى استبدلنا بالقطط والاسود، ربنا استبدلنا بحيوانات. فاكرين الوشق المصري اللي عبر من سيناء ودخل الاراضينا الفلسطينيه المحتله وبدا يهاجم جنود جيش الاحتلال؟ احنا اصبحنا مسخ، وربنا سبحانه وتعالى بيستخلفنا وبيستعوض على الفلسطينيين وعلى المسجد الاقصى حتى بالحيوانات تدافع عنه، لان احنا والله ما نستاهل. 40,000 مغتصب محتل دخلوا معبر طابة بالبطايق، وانت كمصري او فلسطيني ما تقدرش تدخل. لو انت مصري هتدخل بمعاناه، هتوصل شرم الشيخ بمعاناه واحتمال نص الاتوبيس بيترحل. ولو انت فلسطيني كان ممكن توصل تدخل لو معاك 20 30 40 الف دولار، ولو ما معكش عليه العوض ومنه العوض يستحيل انك تدخل. خلوا الصمت ينفعكم، بس جهزوا لربنا اعذار، ولو ان مفيش اعذار والله هتقبل لكم. للصادقين والمؤمنين الاقوياء وللاوفياء وللرجال انا محضر خريطه طريق. خريطه طريق بتهدم كل الترتيبات دي، بتطيح بالحكام العرب، ولكن انا بتكلم على الشأن المصري. اي حاجه هتمنعنا من ان احنا نوصل لمسانده ودعم اخواتنا ورفع المعاناه والالم عنهم، احنا ان شاء الله نحضر لها. احنا مش هنكتفي بالتأفف زي بقيه الناس الضعيفه. في خريطه طريق انا عايزك بس انشر عنها، هي مكتوبه اسفل الشاشه. ورجاء لو انت فعلا انسان ايجابي، انت عارف ان انا ما عنديش اعلانات ولا ليا في سكه التكبيس وكبس كبس وزي البهلوانات اللي انتوا بتشوفوهم وعاملين احرار، واللي عامل لك ما اعرفش ايه، واللي يشد في البدله ويحزق. لا، انا ما بقول لسيادتك انا ما عنديش اعلانات وما بتكسبش من ورا القضيه دي، واتقفل لي 4 5 قنوات. اديني لايك، مش علشان انا مثلا هعمل وراك حاجه ولا قرش، انا قافل الاعلانات اذا انا ما بيدخليش ارباح، عشان المحتوى ده لازم ينتشر. ساعدني ان المحتوى ينتشر. كل اللجان الالكترونيه والثوره المضاده بيكسروا فيا، ما تكسرش معاهم بانك تبخل باللايك. حط اللايك علشان المحتوى ينتشر. خريطة الطريق محطوطة وموجودة للشرفاء المخلصين، واختبار ربنا لينا كلنا. المنافق من المخلص هو نصرة فلسطين. خريطة الطريق هتشيل المعرقل ان شاء الله والسد اللي هو حكام العرب، وباذن الله هتكون باذن الله بعد الله سبحانه وتعالى معينا ونصيرا باذن الله اخواتنا في الضفة وفي غزة. وان شاء الله يئمونا وتجمعنا صلاة جماعة، ونتقابل ان شاء الله على اعتاب المسجد الاقصى ان شاء الله. تذكروا جميعا ان اليأس خيانة، وان احنا نجيب للاحباط سرطان، وما النصر ان شاء الله الا صبر ساعة. السلام عليكم، واشوفكم في لقاء جديد ان كنت من اهل الدنيا.